معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية تمر عبر إقرار منظومة قانونية. مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يستهدف إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل في الآجال المنصوص عليها في مشروع قانون المالية برسم العام المقبل. تفاصيل هذا المشروع المهم للأجراء كانت ضمن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديال التأمين على فقدان الشغل. طبعا تم الموافقة عليه من طرف جميع المكونات ديال المجلس الإداري، وغادي تبدا الأجراء وتطلع كذلك حتى على المشاريع ديال النصوص اللي غادي تقدمها الحكومة للبرلمان باش يصادق عليها، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو في التفعيل ديال هذه المنظومة في بداية سنة 2014. مشروع نظام التعويض ينص على تغطية فترة 6 أشهر لمن فقد الشغل، لكنه يوفر للمعنيين بالأمر تكوينا قد يساعدهم على الاندماج في قطاعات إنتاجية أو خدماتية. الدولة عبأت تمويلا مهما لإطلاق هذا النظام ذي البعد الاجتماعي. الدولة خصصت لهذا الصندوق مبلغ 500 مليون درهم سيصرف على مدى سنتين، في حين أن هناك مساهمة ديال رجال الأعمال في حدود 0.38% من الكتلة الأجرية، ومساهمة الشغيلة والعمال في حدود 0.19% من الكتلة الأجرية. المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدارس أيضا توسيع نظام الصندوق ليطال في مرحلة أولى كل العاملين المستقلين المنظمين كالأطباء والصيادلة والمحامين، على أن تشمل المرحلة الثانية في أفق 2015 تمتيع حوالي 500 ألف طالب وطالبة بالتغطية الاجتماعية. إلى ذلك سيتم توسيع سلة التأمين الصحي الإجباري لتشمل علاجات الأسنان.